تعرف ايه هم انواع الهاكرز؟ لو مش عارف تعال اقول لك. في كورس السي سي ان اي في شابتر كامل خاص بالجزء السكيورتي. جزء السكيورتي بندرس فيه ايه هم انواع الهاكرز. عندنا اول نوع في الوايت هاكر، في البلاك هاكر، في الجراي هاكر. هنعرف ايه الفرق بينهم وبين بعض. عندنا اول نوع الوايت هاكر. الوايت هاكر ده احنا بنسميه الايثيكال هاكينج، والايثيكال هاكينج دوت بيبقى الهاكر الاخلاقي، يعني بيعمل ايه؟ المسؤول عن تامين نقط الضعف والفولنربيلتيز ونقط القوه الموجوده في السيستم بتاعي، ويقدر اللي هو يعمل دور الهاكينج، ولكن هو بيقول لك ايه الثغرات الموجوده في الشركه، بحيث تيم السكيورتي يقدر يقفل كل الثغرات دي ومحدش يستخدمها من بره الشركه. هو بيبقى شغال معانا في الشركه بيحمي كل النقط. تاني نوع الجراي هاكر. والجراي هاكر ده هو مش شغال معانا في الشركه، هو بيجي بناء على تاسك معينه مطلوبه منه. زي مثلا شركه جوجل بتنزل اعلان بتقول اللي يقدر يكتشف عندي ثغره في السيستم هقدر اديله مبلغ معين مقابل اللي هو يلاقي لي ثغره في السيستم. فده مثال على الجراي هاكر. ثالث نوع وده اسوأ نوع البلاك هاكر. البلاك هاكر ده بيبقى الهدف بتاعه اللي هو يدمر المنظومه او يأذيها او يعمل اتاك، بحيث اللي هو يسرب بيانات، يخلي الداتا مش مظبوطه او يخلي في مشكله في الداتابيز. فبيبقى الهدف منه تدمير او تخريب المنظمه نفسها او السكيورتي سيستم او الداتابيز الموجوده في اي شركه. وده اسوأ نوع من انواع الهاكرز، وده الليجل مش مسموح بيه في السوق حاليا. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن مجال السكيورتي والهاكينج سيب لنا كومنت وهنرد عليك.